ملاقات المنتخب المغربي في الوقت الحالي فيها شيء من الصعوبة، لأن بالبلدي هو ده اللي أريك وخبزك وعجنك ولتك وعرسك. هنا بقى السؤال يطرح نفسه، اشمعنى المغرب وتونس ورست على تونس؟ وليه استبعاد ام حسن؟ سؤال منطقي انا جاي ارد عليه، وانا بمنتهى الامانه وما اخبيش عليكم احب اي حد عربي في اي حته يفرق على اي حد اجنبي خاصه اوروبي على قفاه. هو ليه منتخب مصر فضل ان يلعب لقاء ودي مع المنتخب التونسي تحديدا؟ انا اقول لك يا سيدي، المدرب الجديد اللي احنا جبناه ده لحد دلوقتي ما احناش فاهمين له عدله من قلبه. ليه بقى؟ لانه هو ما عملش اي حاجه الا اللقاء بتاع بلجيكا ده لما فاز 2-1. وللامانه بلجيكا مش هي بلجيكا، عماله بتتلطش من الجميع. مقابل كده بقى بنبص نلاقي يعني ماتش زي بتاع غينيا ده بيكسبوا بالعافيه بره، وكانت غينيا متقدمه علينا وليله سودا كده بعيد عنك. نهار ما فكرنا ان احنا نعمل ماتش ودي جبنا جنوب السودان فريق نايم وبيشخر وفي العسل. لاعيبه منتخب جنوب السودان في الماتش اللي لعبناه الودي معاهم كانوا بيعملوا 1 2 مع اللعيبه المصريه. منتخب ايه ده مع احترامي ليه اللي جايبينه نقيس قدراتنا قدامه؟ يعني رايح تجيب لي منتخب بيعمل 1 2 مع لعيبتك؟ المهم ما علينا. يعني اللي احنا عايزين نقوله ان المباراة اللي احنا لعبناها المنتخب المصري مع الراجل ده في الفترة الأخيرة كانت كلها مباريات مش هنكحة. يعني بمنتهى الأمانة نتكلم ده مش هنكحة بس، ده مزربحة ومتشخرمة. هنا الجماهير المصرية قالت يا اخوانا ما تضحكوش على عقولنا، هاتولنا منتخب زي ما خليق ربنا، منتخب افريقي او اوروبي نعرف ان احنا نفهم قدراتنا قدامه. ويا ريت يعني لاجل النبي يبقى منتخب عربي، لان احنا بقالنا كتير ما لعبناش مع منتخبات عربية. عايز تقيس مستواك صح في افريقيا؟ هات منتخب عربي افريقي من بتوع شمال افريقيا ولعبه، لان بالبلدي هو ده اللي اريك وخبزك وعجنك ولتك وعرسك. وبينكم ندية، دايما المباريات دي بيبقى فيها ندية. شوفوا لنا منتخب. للأمانة تم ترشيح منتخبين، المنتخب المغربي قولا واحدا والمنتخب التونسي، وتم استبعاد منتخب ام حسن المشنكح. هنا بقى السؤال يطرح نفسه، اشمعنى المغرب وتونس ورست على تونس؟ وليه استبعاد ام حسن؟ سؤال منطقي انا جاي ارد عليه. اول شيء ملاقات المنتخب المغربي في الوقت الحالي فيها شيء من الصعوبة. المنتخب المغربي مزنوق حاليا. المنتخب المغربي في منتخبات كتير داخل القارة وبره القارة بتفكر ان هي تلعب معاه لقاءات ودية الفترة القادمة، عايزين ان هم يلعبوا مع المنتخب المغربي. اضافة ان المنتخب المغربي اصلا من بعد المونديال لاعب مباريات ودية كتيرة ومباريات تقيلة، لعب مع البيرو ولعب مع البرازيل ولعب مع الرأس الاخضر، عكسنا احنا ومنتخب تونس شوية ودياتنا كانت اقل. فهو منتخب حاليا مزنوق جامد والزنقة وحشة، واللي جرب الزنقة عارف بمنتهى الأمان. إضافة إن الاتحاد المصري عايز منتخب يجي يلعبنا في مصر. المنتخب المغربي أتوقع والجميع يتوقع إن الفترة الحالية عايز المباريات اللي هتتلعب ودية تبقى في المغرب. برضو عندنا نفس المطلب، عايزين المنتخب اللي يجي يلعب معانا يجي يلعب معانا على أرضنا مش على أرضه. أعتقد من وجهة نظري دي الأمور اللي صعبت مواجهة المنتخب المغربي يعني شوية، وخلى الاتحاد المصري يعقد او يتم الودية مع المنتخب التونسي. استبعاد منتخب ام حسن وتفضيل ام حسن كانت ممكن تيجي تلعب عندنا عادي، دي احنا عارفين مفيش فيها مشكلة. مش المشكلة ان هم يجوا، السواد الشنكحة اللي ممكن تحصل او اللي اكيد بتحصل بعد ما يجوا. ليه تم ترجيح المنتخب التونسي؟ اولا انت لما تلعب مع المنتخب التونسي انت بتلعب مع منتخب بثلاث نكهات، عربية افريقية اوروبية. هو منتخب عربي، هو منتخب افريقي، معظم قوامه بينشط في اوروبا، فانت عملت كوكتيل بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال. تاني حاجة في تآلف كبير ومعرفة كبيرة بيننا احنا الاتنين. يكفي بس اقول لك سبب واحد، كمية اللعيبة اللي لعبت وبتلعب في الدوري المصري. عندك من معلول لكريستو لفخر الدين بن يوسف لحمزة المسلوسي اللي قبلهم فرجاني ساسي اللي قبلهم حمدي النجاز وغيرهم عد كتير قوي بسم الله ما شاء الله.
فتشعر ان في تقارب. الدوري التونسي والمصري والمنتخب التونسي والمصري ما تحسش ان في خطوط بعيدة بينهم، تحس ان في تآلف كده، تحس ان في تقارب. اضافة اللي جاية دي مهمة بقى، مهمة قوي، مهمة لنا احنا كأي حد مصري. المنتخب التونسي من المنتخبات المتفوقة علينا في مبارياتنا معاهم، للأمانة بقى نتكلم بمنتهى الأمانة. فاحنا عندنا أمل نضيق الجاب ده. معلش بقى اخواننا التوانسة ما يزعلوش، يعني بنحبكم وكل حاجة، بس برضو انتوا كسبنا في اللقاءات اللي بتجمعنا، يعني العدد يميل ليكم. فيعني المنتخب المصري قال لك اهو يمكن كانت النتيجه، كل المصريين بيحبوا التوانسه عامه، مش هنختلف وعارفين ان هو هيبقى لقاء يعني في منتهى الروح والاخلاق، مفيش مشكله كمان بقى. انما انت لو جبت ام حسن ففي جميع الاحوال الشنكحه هتحصل، في اي نتيجه هتحصل لازم هيحصل شنكحه. بص ان انت فزت انت هتفضل تتشتم لحد سنتين قدام، انت وكل اللي هيقول لك الف مبروك، ده لو انت فزت. ان حصل وتعادلت حتى هيقول لك كنا احق بالفوز، والتحكيم والجمهور والحاجات اللي حصلت، ونفس الزربحة هتشتغل. طب اذا هم فازوا بقى اظن ما لهمش حجه، يعني خلاص بقى فازوا بقى وعلى ارضنا المفروض ينشكحوا انشكاح، يعني ما بعده انشكاح يعني وصل ان انت يجي لك خرم في النهايه. لا، ان هم فازوا معاك نص قرن من الزمان مش هتعرف تسكتهم، احنا الافضل كسبناهم على ارضهم، نحن اسياد الشمال، علمنا عليكم وبقى قابلني ان قدرت تتكلم. فعلى ايه يا عم؟ على رأي المثل، الباب اللي يجي لك منه الزربوح سد الخرم بتاعه وريح دماغك. على الصعيد الاخر بقى في انجاز تونسي عالمي النهارده ما ينفعش ما نتكلمش عنه. بطلتنا التونسية المحبوبة اللي مشرفانا بره ومدية الأجانب على قفاهم على قفاهم وعلى ودانهم، خدوا بالكم. أونس جابر في بطولة أوست بورنو النهاردة بتشخرم وبتشلوح الإيطالية جاسمينا باولينيو وبتفوز عليها وبتتأهل لثمن النهائي. وخد بالك عشان تعرف قيمة التونسية، التصنيف بتاع العشرة الأوائل العربية الوحيدة اللي موجودة في المركز السادس هي التونسية أونس جابر، والعالم التونسي كان وراها النهاردة مرفوع ومنور وهي بتلعب وبتفوز، والواحد كان حاسس ان رقبته. بصوا يا جماعة، أونس جابر دي من الشخصيات اللي تخليك تتفشخر. انا عن نفسي لما بسمع او بشوف ان هي عملت انجاز بتفشخر فشخرة ربنا ما يكتبها عليكم. هسألكم سؤال وتردوا عليا لاجل العيد بتاع بكره، كل سنه وانتم طيبين، لا تردوا عليا في الحته دي. اللي ناوي ان هو يعيد وبيحتفل يرد عليا. انت ما بتتفشخرش بحاجه زي كده؟ رد عليا في التعليق. ان كنت بتتفشخر قول لي بتفشخر رجاء بقى. كمان التونسيه اونس جابر بتفتح المجال للنساء العربيه قدام، ممكن بعد كده تلاقي مصريه دخلت وبدات تنافس مغربيه سعوديه ايا كان. حلو، ايوه يا اخوانا، يبقى لينا تواجد عالمي قدام العالم كله في كل اللي هم فيه. اي حاجة انتوا بتعرفوا تعملوها احنا كمان بنعرف نعملها، ومش رجالنا بس اللي بيعرفوا يعملوها، نسائنا كمان اللي بيعرفوا يعملوها كده، ده المطلوب. وانا بمنتهى الامانة وما اخبيش عليكم احب اي حد عربي في اي حتة يفرق على اي حد اجنبي خاصة اوروبي على قفاه. اللي ما تابعناش يتابعنا عشان يتابع معانا كل الجديد القادم ان شاء الله اول باول. ولو انت بتشوفنا على التيك توك، رابط القناة بتاعتنا على اليوتيوب كورة كاش هتلاقيه تحت الصورة. اخبط ادخل تعالى.